يا اهلا يا جماعه، اهلا بيكم في حلقه جديده هنتكلم فيها عن الحلقه الاولى من مسلسل اخرنا او ذا لاست اوف اس. Dark side. Say my name. مسلسل ذا لاست اوف اس هو اكتر مسلسل انا كنت مستنيه من شهور، وهو المسلسل الجديد لمنصه اتش بي او، المنصه اللي احنا متعودين منها دايما ان هي بتقدم لنا مسلسلات حلوه وحلوه جدا. وايه فجر النهارده اللي هو يوم الاثنين نزلت اول حلقه من المسلسل قصته باختصار هو طبعا المسلسل مبني على الستوري بتاعت لعبه ذا لاست اوف اس. في ناس كتير جدا من اللي بتلعب ومتعوده ان هي تجيم لعبه ذا لاست اوف اس. انا من الناس اللي لعبت الجزء الاولاني وشفت الستوري بتاعت الجزء الثاني، حرقتها على نفسي بس ما لعبتهاش يعني. واعتقد في ناس كتير ما حبتش ان هي تلعب الجزء الثاني او بدات فيه وما كملتهوش وما الى ذلك عشان القصه طبعا. ولكن اللعبة عموما على مستوى عالم الألعاب هي لعبة مشهورة جدا ولعبة حصلت على جوائز كتيرة جدا، واللعبة نفسها كان فيها عناصر كتير حلوة، من أول الستوري بتاعت القصة ومن أول المشاهد التمثيلية ومن أول الجرافيكس، مرورا بكل الأمور اللي هي ليها علاقة بالستوري تيلينج، الموسيقى التصويرية، المشاعر اللي موجودة في اللعبة، النهاية بتاعت الجزء الأولاني الجميلة جدا والعبقرية، وكل الامور دي. طبعا مش نفس الموضوع ينطبق على الجزء الثاني. الستوري او القصه بتاعت اللعبه بتاعتنا في الجزء الثاني بتروح لحتت مش اللي الناس كانت مستنياها تماما، وفي قرارات جريئه بتتخذ في الجزء الثاني. اللعبه للاسف دفعت ثمنها، ولكن احنا مش موجودين النهارده عشان نتكلم عن اللعبه، احنا موجودين عشان نتكلم عن المسلسل. فهو المسلسل مبني على اللعبه دي، وقصه المسلسل باختصار هي بتدور حوالين جويل اللي بيعيش في عالم الابوكاليبس اللي بينتشر فيه فيروس، وهي القصه الراندوم يعني، الفيروس اللي بيحول البشر لزومبيز. وبتبدا البشريه او الجزء الباقي من البشريه ان هو ينعزل في مستوطنات امنه، وبتبقى رحله بطلنا هي عمليه توصيل من داخل المستوطنه الامنه لمكان تاني خارج المستوطنه دي علشان يوصل بنت اسمها إلي. وهي مش بنته، لان بنته الحقيقيه بتموت في اول القصه. ده مش حرق خالص، انت في اول مشهد او في اول حاجه في القصه جويل وقت ما الفيروس ده بينتشر وبيوصل للمكان اللي هو قاعد فيه بيفقد بنته، وبنعدي سنين طويله وهو عايش جوه المستوطنه دي لحد ما بيوصل للصراع الجديد، وهي عمليه العبور بإلي لبر الامان او للمكان اللي هو المفروض يوصله لها. ليه هو بيقوم بالعمليه دي وعلاقته بإلي هتوصل لايه، والعالم بتاعنا شكله عامل ازاي، وايه المخاطر اللي بتواجههم، كل دي امور بقى موجوده جوه القصه بتاعتنا. مش حابب ان انا بقى احرقها عشان لو ناس ما تعرفش حاجه عن اللعبه او ما شافتهاش تقدر ان هي تستمتع بالمسلسل. طيب في امور كتيره حابب ان انا اتكلم عنها. بعض الامور دي هيبقى فيها حرق، فهبقى احط فقره للحرق في اخر البتاع خالص خاصه بالحلقه الاولى. احنا المسلسل بتاعنا هتنزل منه حلقه كل يوم 2 تقريبا في الاسبوع، وهو المفروض ان هو 9 حلقات. وبالمناسبه انا مش شرط اعمل حلقه دايما عن بعد كل حلقه، لان ممكن في بعض الحلقات الاحداث الدراميه ما تبقاش كتيره، ويبقى المسلسل مكتفي بان هو يقدم لنا مجموعه من المشاهد الاكشن ومجموعه من المشاهد اللي بتحرك القصه بتاعتنا لقدام بشكل بسيط. فدي هتبقى حلقات انا مش شرط اعمل عنها فيديوهات يعني، ولكن الحلقه الاولى طبعا كان لازم تعمل عنها فيديو عشان اقول انطباعي عن اللي انا شفته، خصوصا ان المسلسل كان اتعمل منه عروض برايفت لبعض الصحفيين وبعض النقاد بره، ونزل كمان في الحلقه نزلت في امريكا قبلنا نظرا، او على اتش بي او يعني في امريكا قبلنا نظرا لفرق التوقيت. فكل الاخبار او كل التقييمات اللي كانت جايه من الحاجات دي ايجابيه، مش ايجابيه بس، لا هي ايجابيه جدا. والعروض حتى البرايفت اللي اتعملت للصحفيين دي حتى اتعرض فيها حلقتين مش حلقه واحده. فالموضوع مبشر بشكل كبير، وانا زي ما قلت انا كنت مستني المسلسل جدا، فكان لازم اعمل فيديو بعد الحلقه الاولى. واغلب الامور اللي يعني لفت نظري في الحلقه الاولى وانا حابب اتكلم عنها، اول حاجه طبعا هي مدى مشابهه او قرب المسلسل بتاعنا بقصه اللعبه. والحقيقه ان في مقدار كبير جدا من التشابه، بيصل في بعض الاحيان الى ان البي او في بتاع الكاميرا او المنظور بتاع الكاميرا او الكاميرا محطوطه ازاي او بيتصور بيها ازاي، هل هي هاند هيلد، مكانها فين، بتعرض كانها بي او في او وجهه نظر حد، ولا مجرد ان هي فري كام بتتحرك عادي. كل دي امور حتى فيها في بعض المشاهد تشابه من قصه اللعبه ومن اللي انت شفته في اللعبه. دي حاجة أعتقد إن هي حلوة، ولكن بتبقى حلوة لحد مدى معين، لأن أنا مش جاي أتفرج على اللعبة تاني عشان نكون صريحين مع بعض.
ولكن انا مطمن شويه من الناحيه دي، وده بسبب ان الاثنين اللي كتبوا القصه بتاعه المسلسل بتاعنا واللي كانوا يعني بيشرفوا على عمليه الانتاج بتاعه المسلسل، هو واحد منهم الكرييتور بتاع مسلسل تشيرنوبل، والتاني هو احد الكرييتورز بتوع اللعبه. فانا هنا قادر اقول ان انا جمعت ما بين حاجتين. الشخص الاولاني هو الشخص اللي ليه اصل باللعبه، واللي عارف كل حاجه في اللعبه اتعملت ليه، واللي عارف اهم المشاهد اللي ما ينفعش تتشال من المسلسل او محتاجين ان احنا ننقلها زي ما اتعملت في اللعبه. والشخص التاني بيوازن الحته الدراميه، ومش اي حته دراميه، ده واحد يعني كان الكرييتور بتاع مسلسل تشيرنوبل، ومسلسل تشيرنوبل هو تقريبا احسن مسلسل قصير اتعمل في الفتره الاخيره وفي السنين الاخيره. ما تقدرش طبعا تقارنه بالمسلسلات الطويله، ولكن انا بتكلم عليك مسلسل قصير. الحاجه الثانيه والمهمه برضو ان احنا المسلسل بتاعنا احداثه والجو العام بتاعه قريب جدا من تشيرنوبل، لان ده ابوكاليبس. وتشيرنوبل انا اقدر اقول ان اللي كان بيحصل فيها كان ابوكاليبس بس جوه مدينه تشيرنوبل نفسها. احنا مدينه بعد الكارثه اللي حصلت فيها احنا اجلينا كل اللي فيها وبقينا بندخلها واحنا عارفين ان الناس اللي بتدخل دي هتموت بعد عدد من السنين، وبنتعامل مع كارثه نوويه، وبنتعامل مع نقدر نقول عليها جريمه، لان في ناس اتحاكمت وفي ناس كانت بتحاول تكشف الحقيقه اللي حصلت والامور دي. فالجو قريب جدا من جو العالم بتاعنا في مسلسل ذا لاست اوف اس. طيب ده ياخدنا تاني للنقطه اللي كنت بتكلم فيها، هو مقدار التشابه مع اللعبه. زي ما قلت في مشاهد كتيره جدا منقوله بتشابه كبير جدا مع اللعبه، ولكن في المقابل في مشاهد وفي امور تانية ممكن اتكلم عليها بحريه اكتر في الجزء بتاع الحرق اللي عامل اضافه عن اللعبه وعامل بعض التعديلات عن اللعبه. مش امور او مش مشاهد كبيره قوي عشان برضو اكون صريح، بس ده كله احنا لسه بنتكلم في اول حلقه اللي هي بتنقل العالم وبتنقل الستوري الاساسيه بتاعتنا، فشيء طبيعي ان انت تحس بتشابه كتير مع اللعبه فيه. ولكن زي ما قلت في بعض الامور البسيطه في اول حلقه اللي تم تعديلها، وفي بعض الجوانب برضو اللي اظهرناها للعالم بتاعنا والجول والبعض الشخصيات اعتقد ان هي بتدي جاذبيه اكتر للشخصيات بتاعتها وبتعرف عنها تعريف اغنى شويه من اللي كان موجود في اللعبه. فتاني المسلسل بيوعد ان هو يقدم لنا حاجات كتيره، زي ما قلت حاجات منها شفناها قبل كده في ستوري اللعبه، وحاجات تانية هتبقى جديده في العالم بتاع المسلسل ده لاول مره. الحاجه التانية اللي فاجئتني في اول حلقه الصراحه، وهي كميه المعلومات وكميه الامور اللي تم تقديمها، مش بس في العالم لان ده شيء طبيعي، ولكن في الاحداث نفسها. يعني في امور احنا عرفناها، او مش احنا بقى، ابطالنا، لان انا عارف قصه اللعبه، ابطالنا عرفوها في الحلقه الاولانيه. انا كنت متوقع بصراحه ان هي لسه هتتقدم في حلقات جايه قدام، وده خلاني لما فكرت شويه اكتر لقيت ان احنا تقريبا كل حاجه احنا محتاجين نعرفها عن القصه او ابطالنا محتاجين يعرفوها او يوضحوها لنا عن العالم تم تقديمها كلها في اول حلقه. هي اول حلقه صحيح ما كانتش قصيره، ساعه وثلث تقريبا، ولكن انا بصراحه في بعض الامور اللي انا كنت متوقع ان احنا لسه هنقابلها قدام او لسه هنحتك بيها قدام، لدرجه ان احنا حتى بيوصل لنا الاخطار ونوعيه التهديدات اللي موجوده في العالم الخارجي بتاعنا في اول حلقه. هي بتتذكر قدامك ما بتشوفهاش، وهي دي النقطه برضو اللي انا هتكلم عليها شويه قدام، ولكنك بتعرفها بشكل مفصل شويه في الحلقه الاولانيه. ده يخليني بتساءل ايه اللي ممكن يتقدم في الحلقات الجايه. عشان كده متوقع ان في بعض الحلقات زي ما قلت ممكن تكون اغلب وقتها هي مشاهد اكشن بسيكونسز طويله، وده برضو يخليني اتساءل سؤال تاني، وهي قصه المسلسل هتتناول انه حقبه بالظبط في اللعبه. لان زي ما قلت اللعبه جزئين، الجزء الاولاني ليه قصه والجزء الثاني بيكمل على القصه، ولكنه برضو مش بيكمل بشكل في كل الجوانب، لا في جوانب وجوانب تانية، يعني تقدر تفصلهم عن بعض باستثناء بعض الامور الرئيسيه طبعا. فانا هنا عايز اعرف القصه بتاعت بقى المسلسل هتقف لحد فين؟ هل هتتناول الجزء الاولاني بتاع اللعبه بس، ولا هتروح لاجزاء من الجزء الثاني، ولا هتغير نهايه الجزء الاولاني، او هتبدا في الثاني بس تغير في حاجات؟ كل دي اسئله. فكره تقديم كل المعلومات اللي تم تقديمها في الحلقه الاولى ده مخلياني سالتها لنفسي، وبصراحه لسه ما وصلت لهاش لاجابه، وما فكرتش بصراحه ان انا ادور عشان الاقي اجابه. حابب ان المسلسل يفاجئني اكتر. يعني النقطه برضو اللي خدت بالي منها زي ما قلت في بعض الامور اللي اتغيرت، ان في امور اتمنطقت اكتر في احداث مسلسلنا عما كانت موجوده في اللعبه، وانا تحديدا هنا بتكلم على نقطتين بعينهم، بس عشان ما بقاش بحرق يعني ممكن اتكلم عن النقطتين دول بتفاصيل اكتر في الجزء بتاع حرق الحلقه الاولى. وبما ان مسلسلنا مسلسل رعب في الاساس، وفي وحوش وفي زومبيز وفي بتاع، زي ما قلت احنا ما شفناش منهم حاجه في الحلقه الاولى خالص لسه، باستثناء يعني حاجات خفيفه في المشاهد الاولى ساعه لما الفيروس او الجائحه دي انتشرت بشكل مفاجئ اول مره. ولكن احنا بنشوف احنا عندنا
3 تايبس من الوحوش اللي هنقابلها قدام: الزومبيز العاديين، وفي الكليكرز اللي هم وحوش مطوره شويه، او زي ما نقول كده الفيروس استولى عليهم لدرجه متطوره عن الزومبيز العاديين. وفي النوع الثالث اللي هو كان الضخم ده، اللي كان اسمه مش عارف بوم حاجه، مش فاكر الاسم كويس، اللي هو كان بيموت بصعوبه ده، وكان بيعمل بلاوي اما بيموت. احنا بنشوف كليكر ميت في اول حلقه، وده كان موجود في التريلر. ولكن طبعا في الحلقه بقى في الكاميرا ركزت عليه اكتر وفي تفاصيل اكتر. بصراحه انا حسيته فيك قوي، او حسيت ان هو ديكور قوي. ده مخليني بتساءل عن شكله كلايف بقى، ككليكر عايش في الحلقات الجايه ممكن يبقى عامل ازاي. دي حاجه مخوفاني شويه، خصوصا برضو ان مشاهد الزومبي الخفيفه اللي احنا شفناها في الحلقه دي بتاعه الهروب بتاع جويل لما كان بيهرب مع تومي وساره، ما كانتش مخيفه او ما كانتش احسن حاجه بصراحه. فانا مستني اشوف ده. على الصعيد الاخر او المستوى الاخر، البرودكشن ديزاين عموما بتاع المكان بتاعنا حتى الان كويس، وقفلت الحلقه الاولانيه على المنظر الفظيع بتاع الشكل بره المستوطن عامل ازاي، مرعب وحلو قوي. فمستني اشوف، او عشان احكم على ده بشكل كامل في الحلقات الجايه ما يبقى فيه بقى مشاهد اكشن ومشاهد مطاردات وهروب والكلام ده بشكل اكبر. طيب، والحاجه الاخيره اللي انا حابب اتكلم عنها، وهي اعتقد واحده من الحاجات المهمه اللي الناس كلها مستنياها، الا وهي التمثيل. وده بسبب ان الناس ليها اراء كتير. اغلب الناس متفقه على ان بيدرو باسكال الممثل الرئيسي اللي بيعمل شخصيه جويل هو واحد او لم يكن انسب ممثل للدور، نظرا لشكله، ان انت شخص هتقدر تحوله لشكل جويل بدون ما تلعب فيه كتير او من غير ما تعمل ميك اب او شغل كتير يعني في وشه. غير ان بيدرو باسكال طبعا ممثل شاطر جدا. يعني بيدرو باسكال هو الممثل اللي قدم لنا ناركوس، واللي كان موجود في جيم اوف ثرونز، وكان ليه اعمال تانية كتيره يعني. وانا وجهه نظري ان هو مناسب جدا للشخصيه دي، ولو اني كان نفسي ان اللي يعمل شخصيه جويل هو خواكين فينيكس. دي طبعا ده أمنية شبه مستحيلة طبعا، لأن خواكين فينيكس تقريبا عمره ما عمل مسلسلات، بس فعلا خواكين فينيكس شكله قريب جدا برضو من شكل جويل. بس زي ما قلت بيدرو باسكال بالنسبة لي ممثل شاطر جدا. الصراع بقى او الانقسام كان حوالين شخصية إلي، أو الممثلة البنت اللي بتلعب دور شخصية إلي، لأنها مش شبهها بشكل كامل. بصراحه خلال الحلقه انا ما كنتش بحس ده قوي غير لما كانت الكاميرا بتيجي كلوز قوي على وشها. يعني هي على المستوى الجسماني وطولها واللبس حتى وبتاع في اخلاص تام للقصه وللشخصيه بتاعت إلي جوه اللعبه. انا عارف وشها كوش مش شبه إلي، ولكن بصراحه كاداء خلال الحلقه الاولانيه البنت شبه إلي في الاداء، او هي عامله اللي المفروض كانت إلي بتعمله بالظبط. مفيش اي حاجه ضايقتني او اي حاجه انا ما حسيتها مش مظبوطه يعني. ولكن على مستوى التمثيل فما اقدرش اقول ان في اي ممثل من الممثلين اللي ظهروا هو خد فرصه سواء كتايم لاين على الشاشه، او سواء حتى كمشاهد يقدر يعبر فيها عن ابعاد شخصيته، باستثناء جول. لسه باقي كل الشخصيات ما خدتش الفرصه دي. وده طبعا ممكن هيبقى لسه في مشاهد دراميه اكتر بكتير في الحلقات الجايه، ولكن الحلقه دي كانت بتاعت جويل بشكل تام، وبيدرو باسكال نجح فيها بشكل مبهر يعني. واخيرا برضو قبل ما اروح لجزء الحرق، الكليف هانجرز انا مش عارف كلها هتبقى زي اول حلقه ولا لا، لان اول حلقه ما اقدرش اقول عليها كليف هانجر قوي قد ما هي نقله في القصه احنا قفلنا عندها. ولكن اتمنى ان المسلسل يبقى بيقفل على كليف هانجرز، ما يبقاش مجرد ان هو واخد كل حلقه كانها فصل لوحده. وبصراحه مستني اشوف دمويه اكتر شويه وعنف بقى في باقي الحلقات في المسلسل ده، عشان يعني ده على مستوى القصه رعب، والقصه اكشن، والقصه دمويه وزومبيز وناس بتموت وبتاع، فما ينفعش المسلسل يبقى بيعامل نفسه معامله انه مسلسل اطفال بصراحه. وبس ده كان كل اللي عندي للحلقه الاولى. مش عايز ادي تقييم صراحه، لان زي ما قلت ممكن ادي تقييم طبعا بعد المسلسل كله ما يخلص، بس مش هقعد ادي تقييم بحلقه حلقه، خصوصا ان مفيش مقارنات بحلقه تانية. ولكن اوفرول الحلقه حلوه جدا جدا جدا. انا بس علشان زي ما قلت انا عارف اللعبه وعارف مشاهد اللعبه وعارف الامور دي، ما كنتش بتفاجئ قوي من كل المشاهد اللي بشوفها، وده مشكله. ولو انت واحد من الناس اللي ما تعرفش اللعبه او ما لعبتهاش او بتاع، انصحك ان انت ما تقربش من اللعبه غير بعد المسلسل. بعد المسلسل ان شاء الله يعني روح بقى العب اللعبه براحتك واعمل كل اللي انت عايزه، عشان تبقى مستمتع اكتر بالمسلسل عن اي حد لعب اللعبه. بس دلوقتي بقى هتكلم عن نقطتين ثلاثه يعني بحرق في الحلقه، فلو انت ما شفتش المسلسل لسه او الحلقه الاولى وقف هنا وما تشوف الحلقه بقى تعالى اسمع اللي انا قلته في المناقشه. طيب انا بصراحه حابب نتكلم على حاجتين. الحاجه الاولانيه وهي المقدمه. HBO معروف عنها ان مسلسلاتها كلها بتعمل لها دايما مقدمه، سواء كمقدمه مشاهد في الاول او كمقدمه على مستوى اول حلقات، يعني بتبقى جميله جدا. وانا عجبتني المقدمه المشهد يعني الاولاني اللي اتحط في الحلقه الاولى، وهو بيحاول
مش بس يخرج من بره اطار الكليشيه بتاع الفيروس اللي بيجي يحول الناس لزومبي وبتاع ده، لا هو بيحاول كمان يمنطقه. يعني فكره ان انت تجيب 2 علماء قبل الحادثه الحقيقيه ما تحصل بحوالي 50 سنه بيتكلموا عن الفيروس واخطارها وانواعها، وان الفطر اخطر من الفيروس والكلام ده كله، دي نقطه عجبتني. ودي بقى الحاجه اللي انا كنت بتكلم فيها، ان في 2 كرييتورز، واحد بتاع اللعبه وواحد بتاع العالم وبتاع الدراما وبتاع المنطق بتاع الامور اللي انا بتكلم فيها دي. فلما هتمكس الحاجتين مع بعض هتلاقي ان في اخلاص للعبه، وفي نفس الوقت عالم كويس بيتقدم على المستوى السينمائي، في معالجه صح اتعملت. النقطه الثانيه اللي حابب عليها وهي الحاجه اللي انا قلتها، ان في امور انا كان عندي بعض الفجوات المنطقيه معاها في قصه اللعبه، ولكنها بيتم حاليا منطقتها في احداث المسلسل بتاعنا. وانا هنا بتكلم على حاجتين تحديدا. الحاجه الاولانيه ان احنا في اللعبه بتاعتنا، احنا بعد ما بتحصل الحادثه وساره بتموت وبنعدي كام سنه، ال20 ولا الكام سنه اللي حصلوا دول، وبنعيش تاني مع جويل جوه المستوطنه. جويل بينطلق بعد كده في رحلته مع إلي، لحد ما في نص الرحله قدام هو بيتفاجئ انه بيقابل تومي اللي هو اخوه يعني، وهو اللي كان موجود معاه لحظه موت ساره، وهو اللي كان بيحاول يهرب معاه هو وساره، وكان شغال معاه كل الامور دي. فبصراحه عدم ذكر تومي في اللعبه من ساعه، او يعني عدم حصول اي تواصل ما بينه وما بين جويل في اللعبه من بعد ما احنا بعد ما مرينا بالحادثه لحد ما هو قابله بالصدفه خلال رحلته، كان بالنسبه لي شيء مش منطقي، لان ده اخوك اللي انت كنت شغال معاه واللي كان معاك وقت الحادثه، والمفروض انه كان عايش معاك. ف ده انا ما ادركتوش بالشكل الكامل ده بصراحه غير لما شفت الحلقه بتاعت النهارده. لان في حلقه النهارده احنا بنشوف ان جويل في الاساس قبل ما يتعرض لإلي، وقبل ما يتعرض عليه المهمه بتاعه توصيل إلي للمكان اللي المفروض توصل فيه، بنكتشف ان هو اساسا بيحاول ان هو يخرج علشان خاطر يحاول يوصل لتومي اخوه اللي مختفي بقاله 3 اسابيع وهو مش عارف يتواصل معاه. ودي حاجه زي ما قلت منطقيه جدا، يعني ده اخوك اللي كان عايش معاك، فلما هيختفي لفتره وما انتش عارف تتواصل معاه طبيعي تبقى عايز تطلع تدور عليه. الحاجه الثانيه وهي بقى منطقيه رحله جويل نفسها مع إلي، لان في اللعبه برضو تيس بتيجي بتعرض على جويل لو انا فاكر صح، يعني ان انت كمهمه من المهمات اللي انا عايز اكلفك بيها ان انت تروح مع إلي توصلها المكان اللي انت فيه، بغض النظر بقى عن التفاصيل وليه والكلام ده كله. فانا كنت ببص ان واحده باهميه إلي في القصه واهميه الرحله بتاعتها ان هي توصل من المكان ده للتاور اللي احنا عايزين نوصله لها فيه عشان توصل للفاير فلايز. ما ينفعش جولي يطلع هو الرحله دي لوحده. حتى انا عارف ان كان في حد تاني معاه، عشان برضو ما بقاش بحرق الاحداث اللي ممكن تحصل في المسلسل، وبتحصل بعض الامور اللي بتخلي بعد كده جولي لوحده مع إلي، ولكن برضو شخصين مش هما الحاجه اللي تحمي إلي خلال الرحله. احنا بيتقال لنا في اول حلقه ان انت بره مش هتقابل زومبيز بس، انت هتقابل زومبيز، هتقابل تجار عبيد، هتقابل عصابات، هتقابل كذا حاجه غير الفاير فلايز نفسهم وفيدرا لو حبوا ان هم يعني يطردوك او بتاع. انت بتهرب من كل دول، فمش منطقي ان انا اهرب إلي مع جويل لوحده او جويل وحد تاني لوحده، ده كله مش منطقي. ولكن في المسلسل بتاعنا بيتم منطقه ده، ان جويل اصلا ما كانش هو اللي هيودي إلي، وكان في ناس كتير هتطلع الرحله دي عشان توصل إلي بسلام، ولكن بتحصل اشتباك من نوع ما، فاغلب الفرقه بتاعه الفار فلايز اللي كانت المفروض تقوم بالمهمه دي بيموتوا والباقي بيتصاب. فبالتالي جويل بيتحط بصدفه عجبتني بالمناسبه فكره البطاريه، وان احنا رايحين عشان ناخد البطاريه عشان نطلع ندور على تومي، في نفس الوقت هم عايزين البطاريه عشان يطلعوا يوصلوا إلي. كل الكلام ده كان حلو يعني في التقديم. ولكن جويل بيتحط في الطريق بالصدفه، وبما ان احنا كلنا مصابين وكلنا الباقي مننا ميت، ففي فرصه قدام ان جويل وتيس هم اللي يعملوا المهمه دي، واحنا هنحاول نساعدهم على قد ما نقدر. انا شفت في المناسبتين دول منطقيه في الاحداث جوه المسلسل اكتر من اللعبه بصراحه. ولكن انت عشان في اللعبه انت بتبقى بتلعب، انت مش مهم عندك اول قصه بتقول ايه قد ما انت مهم معاك الحاجه اللي انت هتعملها، الميشنز اللي انت هتعملها، واللحظات الدراميه المهمه اللي موجوده في اللعبه وبس. انا برضو ممكن اكون كنت مسقط شويه حاجات في اللعبه، لان يعني الحوار ده كان من زمان قوي، انا لعبت اللعبه دي من زمان يعني من كذا سنه، فممكن اكون انا مسقط بعض الامور بصراحه. ولكن بشكل عام ده اللي كان عندي الحلقه الاولى. زي ما قلت انا مستني الحلقه الجايه تكون دمويه اكتر ويكون فيها اكشن كده وشويه ستانتس تخضنا. انا مش بحب الافلام الرعب، ولكن لما تبقى حاجه فيها دراما فعلا انا هحب اتفرج عليها. وبس ده كان كل اللي عندي للحلقه الاولى. مستني رايكم فيها لحد شافها في الكومنتس تحت. وبس كان معاكم اشرف، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.